نبدأ الأول ببخاخ البيكلو، والاسم العلمي بتاعه هو البيكلوميثازون. وده مش بخاخ عادي بيرطب الأنف وخلاص، لا، ده كورتيكوستيرويد موضعي، يعني من عيلة أدوية قوية جدا في إيقاف الالتهاب، بس بيشتغل في مكانه بس من غير ما يأثر على جسمك كله. البخاخ أول ما بيدخل جوه الأنف المادة الفعالة بتبدأ تشتغل على خلايا المناعة اللي بتبقى هي اللي عاملة القلق. بتروح تمسك في مستقبلات اسمها جلوكوكورتيكويد ريسبتورز جوه الخلايا دي. لما بتمسك فيها بتوقف إنتاج المواد اللي بتسبب الالتهاب، زي الهستامين، ليكوترينز والبروستاجلاندينز. كأنها بتقول للجهاز المناعي اهدى شوية، مفيش حاجة تستدعي الحرب دي. النتيجة الاحتقان بيخف والمخاط بيقل ومناخيرك بتتفتح، والنفس بيرجع طبيعي من غير عطس ولا رشح. المميز بقى في بخاخ البيكلو انه بيشتغل موضعي، ففرص حدوث اعراض جانبية على باقي الجسم قليلة جدا، وفعاليته بتبان خلال ايام. بس عشان يشتغل بكامل قوته لازم استخدام منتظم، مش لما تتزنق بس. وملحوظة مهمة، ما ينفعش تستخدمه بطريقة عشوائية أو لفترات طويلة من غير متابعة دكتور، عشان لو زودت الجرعة أو طولت في استخدامه ممكن يحصل ترقق في بطانة الأنف أو نزيف بسيط. ومن هنا خلينا نعرف دواعي استعمال بخاخ البيكلو أو مين الناس اللي ينفع يستخدموه. أول حاجة بنوصفه لعلاج التهاب الأنف التحسسي والوقاية منه. يعني إيه؟ يعني لما تكون بتعطس طول الوقت، مناخيرك مزنوقة، مليانة مخاط، عندك حكة في المناخير والعين، وصمع التراب أو الربيع أو حتى وبر القطط، هنا البخاخ بيهدي الالتهاب ويقلل الحساسية اللي عمالك الدوشة. كمان بنوصفه في التهاب الأنف الغير تحسسي، يعني نفس الأعراض بتاعة الحساسية بس مش بسبب حاجة معينة. مفيش تحليل طلع إن عندك حساسية، بس برضه مناخيرك مش مظبوطة وعندك رشح وعطس مزمن. بيكلو هنا بيشتغل كمنظم طبيعي، يقلل الالتهاب ويظبط الإشارات اللي بتخلي مناخيرك تبهدل في نفسها. كمان في حالات السلائل الأنفية أو النيزل بوليبس، عارف لما يبقى عندك لحمية جوه الأنف عاملة كده زي كتل صغيرة بتسد النفس، بيكلو بيستخدم في الحالات دي عشان يقلل من حجم اللحمية شوية ويمنعها تكبر أكتر ويحسن التنفس. كمان بيوصف بعد عمليات الجيوب الأنفية أو اللحمية. بعد العملية ممكن الدكتور يكتب لك عليه عشان يمنع رجوع الالتهاب ويحافظ على فتح مجرى التنفس، ولكن ده بعد مدة من التئام الجرح. طيب إيه هي الآثار الجانبية للبيكلو؟ يعني إيه اللي ممكن يحصل لو استخدمته بزيادة أو جسمك حس بيه زيادة عن اللزوم؟ أول حاجة جفاف في الأنف أو تهيج خفيف، تحس إن مناخيرك ناشفة، فيها إحساس لسعة بسيطة بعد البخاخة، وده وارد جدا في أول كام يوم، زي ما تكون بتدهن مطهر على جرح، بتحس بلذعة بسيطة كده، بس بعد كده الدنيا بتهدى. كمان ممكن يسبب رشح دم خفيف أو نزيف بسيط من الأنف. ممكن تلاقي شوية نقط دم على المناديل، وده بيكون بسبب إن البخاخ جرح الأنسجة الداخلية للأنف، خصوصا لو بتحطه غلط، يعني البخاخ بيصطدم بجدار الأنف مباشرة. والحل إنك تستعمل البخاخ بزاوية خفيفة لجوه مش على الجدار مباشرة. كمان ممكن يسبب التهاب أو قرح في الأنف. لو فضلت تستعمله لفترة طويلة من غير إشراف ممكن يحصل التهاب أو حتى تقرح بسيط في الغشاء المخاطي جوه الأنف، بس ده نادر وبيظهر أكتر مع الاستخدام المفرط أو الجرعات الكبيرة. كمان ممكن يسبب بحة في الصوت أو كحة خفيفة. لو البخاخ نزل في الزور ممكن تحس ببحة شوية أو كحة بسيطة، عشان كده بننصح دايما إنك تتمضمض بمية بعد الاستخدام عشان تشطف أي بواقي. كمان ممكن يسبب عدوى فطرية في الأنف أو الحلق، لأن الكورتيزون بيقلل المناعة الموضعية، فممكن في حالات قليلة جدا يحصل فطر بسيط في المنطقة دي، وده بيبان على شكل بقع بيضة في الحلق أو ألم بسيط مش بيروح. كمان ممكن يسبب تأثير بسيط على نمو الأطفال، ده لو استخدم لفترات طويلة، وده بيحصل لو الطفل بيستعمله لفترة طويلة جدا وبجرعات كبيرة ومن غير متابعة. لكن في الجرعات العادية وتحت إشراف الدكتور مفيش أي خوف إن شاء الله. طيب إيه هي موانع استخدام البيكلو بخاخ؟ يعني إمتى نقول لأ ما ينفعش تستعمله دلوقتي، أو خلي بالك تكلم دكتورك الأول؟ أول حاجة لو عندك عدوى نشطة في الأنف، يعني مناخيرك فيها التهاب صديدي، ريحة وحشة أو إفرازات غريبة، ساعتها ما ينفعش تستخدم البخاخ لوحده كده، لأن الكورتيزون ممكن يقلل المناعة ويزود العدوى. كمان لازم تعالج العدوى الأول وأنت بتدي البخاخ. تاني حاجة لو لسه عامل عملية في الأنف أو لسه في جرح، يعني لو عامل عملية لحمية أو تنظيف جيوب أو عندك جرح لسه بيلتئم، ساعتها استخدام البخاخ ممكن يبطئ الشفا شوية. الحل إنك تستنى لما الدكتور يقول لك إن الجرح التئم تماما وبعد كده تقدر تستخدمه. كمان لو عندك حساسية شديدة من المادة الفعالة، وده نادر جدا بس وارد، لو استعملت البخاخ وحسيت بكتمة نفس، حكة شديدة، تورم في الوش أو الشفايف، ساعتها دي علامة تحسس، وقف البخاخ فورا وروح أقرب طوارئ. كمان لو عندك قرحة داخل الأنف أو نزيف متكرر، لو مناخيرك بتنزل دم كتير أو عندك تقرحات قديمة مش بتخف، ساعتها الكورتيزون ممكن يخلي الوضع أسوأ، يبقى لازم تقييم من دكتور أنف وأذن الأول. كمان ممنوع على الأطفال أقل من 6 سنين، استخدامه للأطفال بيكون بحساب وبمتابعة لأن الجرعة بتختلف والجسم حساس أكتر للكورتيزون. كمان لو بتستعمل أدوية كورتيزون تانية بجرعات كبيرة، لو بتاخد كورتيزون فموي أو عن طريق الحقن لفترة طويلة، لازم الدكتور يعرف، عشان ما يبقاش فيه تراكم في الجرعة الكلية وتأثير على المناعة أو الغدة الكظرية. طيب، كلام جميل، إيه بقى الجرعة الصح لبخاخ البيكلو بتاع الأنف؟ حسب المصادر الطبية الجرعة للكبار